السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناتكم شهوات سهلة وأفكار مفيدة. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشارك فيه معكم واحد المعسلة سهلة سريعة اقتصادية وتجي بنينة ومنسمة اللي هي لسان الطير، وهي هذه كما كتشوفوها مقرمشة وهشيشة وكتجي لذيذه بزاف. تبعوا معايا الفيديو حتى النهايه نشوفوا طريقه التحضير. والا كنتوا اول مره كتشوفوا هذه القناه ما تنسوش الاشتراك فيها الا عجبكم المحتوى، وما تنسوش الاعجاب بهذا الفيديو الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم. غادي نحتاج في هذه المعسله نص كيلو ديال الفرص او الدقيق الابيض مع معلقه ديال النافع، معلقه صغيره ديال النافع، معلقه صغيره ديال حبه حلاوه، ونص معلقه ديال القرفه، ومعلقه ديال الخميره الكيماويه، قبيصه ديال الملح. غادي نغربل مزيان هاد النواشف، ضروري اننا نغربلوهم باش ما تقطعش لينا العجينه ملي نورقوها. من بعد غادي نزيد معلقه كبيره عامره ديال الزبده، وغادي نحاول نبسبس مزيان هاد الدقيق مع الزبده. غادي نزيد هنايا السوائل اللي هما بيضه، اصفر بيضه، نكتفي فقط بالاصفر، مع 2 معالق ديال الماء الزهر ومعلقه ديال الخل. وغادي نكمل العجين ديالي بالماء دافي، قياس تقريبا كاس ونص ديال الماء، ولكن الكميه ديال الماء دائما تتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. بالنسبه لي انايا هاد نص كيلو ديال الدقيق عجنته بكاس ونص. الماء يكون دافي والعجينه تكون شويه شاده راسها، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطبه بزاف تتلصق. غادي تشوفوا معايا الكثافه ديال العجينه كيف دايره. دائما نضيفوا الماء غير بشويه بشويه باش ما نجريوهاش، وغادي ندلكوها مزيان حتى كنحصلوا على هذه الكثافه. كما كتشوفوا العجينه رطبه وماشي ما تتلصقش في اليد وماشي قاصحه. ضروري اننا ندلكوها مزيان باش تعطينا الطوع في الخدمه. غادي نقسمها هنايا لكريات صغار، وبالنسبه للحجم ديال الكريات تيبقى على حسب المقله اللي غادي نطيبوا فيها. الا كانت مقله كبيره تقدروا ديروا كريات كبار والعكس صحيح. من بعد ما تنكمل العجينه ديالي بالتشكيل ديالها، غادي نبدا نقرص. غادي نستعمل شويه ديال الزيت، غادي ندهنو هنايا فوق سطح العمل، وغادي نسرح الكريه. ما نكثروش الزيت، غير القياس اللي غادي يساعدنا باش نسرحوا هاد الكريه. وغادي نحاول نورقها مزيان حتى كيبان ليا سطح العمل كما كتشوفوا بحال الطريقه ديال المسمن. قد ما ورقناها قد ما كان احسن. وغادي نكون هنايا سخنت المقله ديالي، المقله ثقيله اللي تنطيبوا فيها المسمن. قبل ما نبداو في التشكيل ديال العجينه غادي تشوفوا المقله اللي غادي تطيبوا فيها، عاد غادي تقطعوا العجينه باش باش تجيكم الكريات قد المقله ديالكم. كما كتشوفوا غير تنحط الورقه فوق المقله في البلاصه تنقلبها، غير كتنشف تنحيدها، ماشي ما نطيبوهاش وما نحمروهاش. كما كتشوفوا بهذه الطريقه غير تنحط الورقه تنقلبها في نفس الوقت. راه ما سرعتش الفيديو وراكم شفتوا المده باش خليتها فوق المقله. من بعد ما تنحيدها ضروري انني نغطيها بواحد الزيف، وفرشت لي واحد البلاستيك عاد الزيف عاد تنجمع فيه هاد الوراق. وهذه هي الكميه ديالي من بعد ما ساليتها. كما كتشوفوا تيجي وراق شفافين رقاق، وغير تنصهدوهم ما تنطيبوهمش بزاف باش ما تقطعش لينا هاد العجينه ملي تنشكلوها. غادي نبدا في التشكيل ديال هاد المعسله اولا هاد لسان الطير. الطريقه كما كتشوفوا تنطوي، وضروري انني ما نزيرش في الطويه الاولى. تنحاول نخلي واحد الاتساع، ضروري ان الوسط ديال هاد المعسل يجينا خاوي باش ما تجيناش معجنه وما تجيناش خضره من الداخل. وتنخدموا غير ورقه بورقه. ما كاين اللي تيجمع 2 وراق، ولكن انا جربت جمعت 2 وراق جاتني مدقسه من الداخل وما تيوصلهاش الطياب، تطيب لينا من برا وتيبقى الداخل خضر. ضروري اننا نديروا ورقه واحده وما نزيروش يدينا في الطويه اللي البدايه ديال الطويه خاصها تكون واسعه. كنطوي الورقه ديالي حتى كنوصل للنص،
وتنلصق بواحد الخليط فيه الماء والدقيق فقط. تنديرو شويه ديال الدقيق ونخلطوه بماء بارد، ونحاولوا يكون الكثافه ديالو شويه القدر اللي يلصق لينا هاد العجينه. تندوزو على النص وتنكملوا الطويه ديالنا. من بعد ما تنسالي الوراق كما كتشوفوا هادو هما، غادي نجيب واحد المقص وغادي نبدا نقطع على شكل مائل، طريقه موضحه في الفيديو. هاد الشكل المائل تيعطينا شكل زوين المعسله ديالنا، تيبان لينا التوراق اللي تيكون فيها. تقدروا تقطعوا نيشان ولكن ما تجيش المنظر ديالها زوين. هذا هو الشكل ديالهم. من بعد ما تنقطعهم تنحاول شويه نحلهم، وبالنسبه ملي تتبان لينا شي وحده ما لاصقاش اولا شي وحده تحلات ليها بديك الكولا باش لصقنا، تنعاودوا نديروا شويه الخليط باش تلصقوا تنجمعوها. وغادي نستمر هكا حتى تنقطع كاع الوراق اللي عندي، وتنسرحهم هنايا فوق شي منديل. تنخليهم واحد المده باش تنشفوا لينا شويه، تقريبا غير نص ساعه اولا ربع ساعه، غير بيد ما وجدنا البلاصه فين غادي نقليو. من بعد ما كتنشف لينا العجينه هنايا تنديروا شي اناء تكون فيه الزيت، ومن الاحسن انه يكون شي اناء ثقيل ما يكونش خفيف باش ما تخطفش لينا. تنجهدوا على الزيت حتى كتخلينا المقله مزيان وتتخلينا الزيت عاد تنقصوا. هادو تنطيبوهم على عافيه مهيله باش تيطيبوا لينا من الداخل، تيدخلهم الطياب. وصافي تنستمر بهكا تنقلب فيهم باش ياخذوا لينا نفس اللون. من بعد ما تيشدوا راسهم اللي تنرميهم تنبدا نقلب فيهم كل مره حتى كيتحمروا لينا وتياخذوا اللون الذهبي. تحمروا تنتاكدوا انهم كلهم تحمروا. ضروري تنعاود ناكد على العافيه تكون مهيله باش تيطيبوا لينا من الداخل وتياخذوا اللون موحد. تنحيدهم هكا تنسقطرهم من الزيت وتنرميهم في العسل، تنخليهم يتشربوا في العسل غير بيد ما كطيب لينا المقله الثانيه، وتنحيدوهم من العسل تنخليهم يتسقطروا وتنرشوا عليهم الجنجلان عادي. الطريقه ديال الشباكيه اولا ديال اي معسله. تنستمر هكا بنفس الطريقه حتى تنكمل الكميه اللي عندي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا من بعد ما وجدات. السنطير معسله سهله اقتصاديه سريعه التحضير، تتجي بنينه ومنسمه بالنافع وحبه حلاوه، مذاق وشكل زوين بزاف. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. وهنايا غادي نحل معكم وحده باش تشوفوا كيفاش دايره من الداخل، شيشه ومقرمشه ومعلكه. المهم اننا نتبعوا الطريقه ديال التحضير ديالها باش تنجح معنا. والمهم جدا اننا ملي نكونوا تنطويوها تكون الطويه ديالنا مرخوفه ما نزيروش عليها. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. شكرا لكم على المتابعه وشكرا على تشجيعاتكم. ما تنساوش تحطوا لايك للفيديو اللي عجبتكم الوصفه، واشتراك في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروها. شكرا لكم على المتابعه، ونتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.